على الرغم من الدمار الذي يسود بعض المناطق في مدينة الرمادي، خصوصا منطقة التأميم التي نالت نصيبها من الخراب نتيجة العمليات العسكرية، من بين ركام هذه المساكن انطلقت ألحان تحدت الموت. الموسيقي أيهم محسن الذي يحمل آلته الموسيقية وهو يستذكر مكان نشأته الذي تحول إلى هذه الصورة. هذا المكان لي به ذكريات، لأن كانت لي شقة بهذا المكان يعني. لكن أنا سألوني قبل شوية قالوا تعرف المكان؟ قلت لهم لا، يعني من كثر الركام ومن كثر الشقق اللي واقعة. فقلت لك أنا لي ذكرى ولي أصدقاء كانوا هنا، فكنت ساكن هنا. واختياري لهذا المكان حقيقة يعني لأن أنا أحس أكثر مكان هو تأدى، خلينا نقول يعني في مدينة الرمادي هو هذا المكان. رسالة بأن هو الفن ما مات يعني بالرمادي، يعني الفن موجود والفنانين موجودين والمبدعين موجودين. أخذنا مكان أنا اعتبرته هو هذا المسرح الحقيقي يعني اللي تقدم به رسالتك السامية إلى كل الناس. من بين الركام الذي غير ملامح المنطقة ومن بين أصداء الموت التي ما زال المكان يرددها، كان حميد العربي بآلته الموسيقية هذه يعزف للحياة وبحب مدينته، وكان عزفهم هذا احتجاجا على الإرهاب الأعمى الذي دمر بلا مبرر مقنع. هذا المكان كان في يوم من الأيام مكان يعج بالأطفال والناس على كل مستوياتهم. فاليوم من خلال الفن ومن خلال الموسيقى أريد نوصل رسالة إلى العالم أنه الأنبار تنبض بالحياة، ونريد أن نعيدها من جديد، وبدل هذه المناظر الخربة ترجع الأنبار من جديد في مدينة جميلة وعصرية من خلال الموسيقى ومن خلال الفن، لأن هاي أفضل رسالة واحد ممكن يقدمها للعالم. قد تكون فكرة العزف بين الدمار أمرا مستغربا على أهالي محافظة الأنبار الذين اعتادوا التفجيرات جزءا من حياتهم، لكن الأغرب في ذلك هو وجودهم في هذا المكان يرسلون رسالة واضحة أن الحياة لن تموت في محافظة الأنبار. عامر محسن، قناة دجلة الفضائية، مدينة الرمادي.